يا ترى لو قلت لك إن الجوع اللي عندك ممكن يتحل بكوباية مَيّة أو ساعة نوم زيادة، هتصدقني؟ والّا هتقول لي بلاش هزار يا دكتور؟ في الحلقة اللي فاتت عرفنا إن نوع الأكل ممكن يكون سبب في الجوع المستمر، وقلت لك إنك لازم تحافظ على حصتك من البروتين وتقلل سكريات ونشويات وأطعمة مصنعة. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن نقطتين مهمين جدًا والناس كلها تقريبًا بتستهين بيهم، اللي هُم قلة شرب المَيّة وقلة النوم. أول رسالة جسمك عاوز يبعتها لك النهارده: أنا مش جعان، أنا عاوز أنام. جسمك ساعات بيكون مرهق، تقوم أنت رايح فاتح التلاجة واكل. جسمك في الوقت ده بيقول لك أنا مش جعان، أنا عاوز أنام، وأنت تقول له يا عم خد لك سندوتش وخلاص. قلة النوم بتزود هرمون الجوع وبتقلل هرمون الشبع، يعني كل ما تسهر أكتر بتجوع أكتر. تاني رسالة النهارده جسمك بيبعتها لك بيقول لك أنا عطشان. في ناس أول ما تبدأ تحس بالجوع تجري على الأكل، مع إن الجسم أحيانا بيكون طالب مية مش جعان. جرب أول ما تحس بالجوع اشرب كوبايتين مية واستنى 10 دقايق، ممكن تكتشف إن معدتك كانت عاملة فيك مقلب. الخلاصة قبل ما تاكل اشرب مية واسأل نفسك نمت كام ساعة النهاردة. الحاجتين دول لوحدهم ممكن يقللوا الجوع بصورة ملحوظة جدا. لسه السبب الأخطر ما جاش. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن مقاومة الأنسولين والتوتر، وإزاي جسمك بيخليك تدور على الحلويات طول الوقت حتى لو أنت مش جعان. وما تنساش صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان معكم دكتور أحمد أبو المعاطي من قناة دكتور دايت. سلام.